في تحذير صريح لدول مجلس الأمن من خطر انهيار الأوضاع الأمنية والإنسانية في الأراضي الصحراوية، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون إن رحيل بعثة الأمم المتحدة من الأراضي الصحراوية بات ينذر بحرب شاملة. تصريح جاء غداة تسليمه تقريرا مفصلا عن الأوضاع في مخيمات اللاجئين الصحراويين لمجلس الأمن الدولي، كشف خلاله عن مدى خيبة أمله في مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن، خاصة تلك التي أعلنت تأييدها لقرار المغرب بتقليص بعثة المينورسو المكلفة بتحديد تاريخ لإجراء استفتاء يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره، وكذا مراقبة وقف إطلاق النار والمحافظة على استقرار الوضع العسكري في المنطقة على غرار فرنسا. فرنسا التي احتضنت ولأول مرة بالأمس ندوة حول قضية الصحراء الغربية بمقر البرلمان الفرنسي، نشطها مجموعة من القانونيين وبرلمانيين وسفراء ودبلوماسيين إلى جانب وفد عن جبهة البوليزاريو. الوفد عبر صراحة عن أسفه من الدعم الفرنسي للاحتلال المغربي للصحراء، كما طالب حكومة باريس بالوقوف إلى جانب الشرعية الدولية الرامية إلى تمكين الشعب الصحراوي من حق تقرير المصير، وهو ما دعت له الجزائر أكثر من مرة. وفي الوقت الذي أعطى فيه البعض أهمية بالغة لهذه الندوة، يذهب فيه البعض الآخر إلى الجزم بأن الموقف الفرنسي المؤيد لسياسة المخزن في الصحراء الغربية لم ولن يتغير، كما أن التقرير الذي قدمه بان كيمون لمجلس الأمن هو عبارة عن اشترار، كونه لم يأتي بأي جديد يذكر عدا مسألة ضرورة إعادة بعثة المينوسو لمزاولة مهامها في الصحراء، في وقت أن الدول الصديقة للشعب الصحراوي كانت تنتظر أكثر من ذلك.